بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الاهلي والزمالك مباراه محدش بيعرف يتوقعها، وده له اسباب. مش بس السنه دي، يعني طول الوقت على مر سنين طويله جدا محدش بيعرف يتوقع بالظبط مين هيفوز، ايا كان مستوى الفرقتين، وايا كان الحاله الفنيه للفرقتين، وايا كان اداء الفرقتين في الماتشات اللي قبل المباراه. ليه ده؟ لانه الجمهور عامل حاسم، جمهور في المدرجات، حتى اللعيبه في المباراه، كمان العامل النفسي. اللعيب المصري لعيب بحالات، يعني ممكن كلمه تشجعه تخليه في السماء، وكلمه وحشه تخليه في الارض وتخليه مش عارف يقف على رجله. فده اللي بيخلي النتيجه مش معروفه. يعني الحاله الفنيه بتاعت الفرقتين ما هو معروفه، لكنه الحاله النفسيه للعيبه لا. يعني في مشاكل. عندك مثلا في الاهلي في مشاكل كتيره جدا. اللعيبه كلها في الاهلي مش قادره تقف على رجليها. شفنا الماتش اللي فات بتاع بيراميدز، لا اللعيبه مضغوطه. ياسر ابراهيم بيقع لوحده، بيباصي غلط عند ال 18، بيعمل اسيست ما شاء الله عليه. فحتى خروج ياسر ابراهيم مثلا، مش عايز اتكلم على ياسر ابراهيم، لكن خروج ياسر ابراهيم ما كانش اصابه على فكره. سيبكم من الكلام اللي بيتقال لكم ده، مش اصابه. الولد حس ان هو اتسبب في جونين فعايز يمشي. خلاص بوظ الماتش، مش هيقدر يلعب تاني. فهتلاقي ياسر ابراهيم بيلعب في ماتش الاهلي والزمالك عادي على فكره، الا اذا ما كانش مستعد نفسيا. ده موضوع تاني. زيزو برضه ما فيش اصابه، نفسيا خايف يلعب الماتش. ايوه، انا بقول لكم اهو، نفسيا الولد خايف. ليه؟ اولا الشتيمه اللي شتمها من جمهور الاهلي اللي كان حاضر في المدرجات في ماتش بيراميدز، اتقال له شتايم صعبه. الحقيقه هو كمان زود الطينه بله، راح كاتب بوست وقال لك شويه الرعايه، وبعد كده حد نصحه وقال له شيل البوست، دول هتلاقيهم في ماتش الزمالك. الرعايه اللي انت شتمتهم دول هم اللي هيحضروا ماتش الزمالك، فمش هينفع، مش هيسيبوك. ففي قلق، في قلق في عند اللعيبه نفسها، وفي مشاكل كبيره جدا في عند الاهلي، عند لعيبه الاهلي تحديدا يعني. طيب ايه تاني في فرقه الزمالك نفسيا؟ هقول لك انا. الزمالك بيقلق، او لعيبه الزمالك مش متعوده انها سهل كده نروح نغلب الاهلي السلام عليكم، لا، مش سهل. شوف عدد المباريات هتلاقي التفوق للاهلي. يعني اغلب الوقت الاهلي هو اللي بيفوز. النسبه تقريبا ماتشين لماتش، يعني كل 3 ماتشات الاهلي يفوز ماتشين والزمالك يفوز ماتش. وبالتالي الهيستوري ده بيقول ايه؟ بيقول ان الماتش صعب. احنا كنا في الدور الاول بالنسبه للزمالك، يعني لعيبه الزمالك غالبين 1-0. فجاه يعني الاهلي ما كانش كويس في الدور الاول، فجاه لقيت اللعيبه رجعت لورا واقفه مستنيه الجون يجي فيها. اي زملكاوي في الدنيا هيشوف الماتش ده مجرد بس الشوط الثاني، مستحيل الزمالك هيجي فيه جون في اي وقت. ليه؟ لانه واقف قدام ال 18 مستني يجي فيه جون اصلا يعني. ده على فكره مش المدرب قال لهم يعملوا كده خالص، مش مدرب هيقول لهم كده، هيقول لهم 45 دقيقه واقف على ال 18، مستحيل. ده اللعيبه نفسها مش قادره تطلع، مش قادره، مش ده كفايه، ده بركه يا جامع جبنا جون يعني. يعني الموضوع كبير بالنسبه لهم. فالزمالك عنده هيستوري، لعيبه الزمالك عندها هيستوري انه بيتغلبوا سهل من الاهلي، وبالتالي الموضوع صعب، صعب. وهم بيعتبروا كمان، لعيبه الزمالك بيعتبروا الفوز على الاهلي انجاز تاريخي. يعني ممكن ما يكسبوش بطوله ويفوزوا على الاهلي، ده حاجه. فهم مكبرين الموضوع اصلا لنفسهم. يعني مبدئيا لعيبه الزمالك نفسها مكبره الموضوع زياده عن اللزوم. فدي ضغوط. علشان كده نتيجه المباراه دي ما بتبقاش معروفه. ليه؟ لانك انت على حسب بقى، ما انت ممكن وارد في اول 5 دقائق حد حكم اجنبي يعمل حاجه، يعني ما اعرفش هو يحسب ضربه جزاء، حد يشوط، حد تيجي هنا تيجي هنا، هي ضربه جزاء، بص تلاقي الدنيا اتقلبت. يعني هتلاقي الفرقه اللي يدخل فيها الجون خلاص بقى مندفعه والماتش اتفتح. ف والفرقتين مش مستحملين فتح اليومين دول، يعني الفرقتين يعني الله يعينهم يعني. فاي ماتش مفتوح هتلاقي اولا الفرقتين الدفاع بتاعهم يعني على الله حكايته.
انا ده رايي يعني. فمش مستحملين ان هم يفتحوا ملاعب يعني. فالماتش هيبقى صعب، لكن الماتش مهم جدا جدا بالنسبه للزمالك. الزمالك محتاج الثلاث نقط دول عشان يحسم الدوري. الزمالك يقدر النهارده لو فاز يضمن بشكل قاطع انه خد الدوري العام. هتقولي لسه في ماتشين، اقول لك يعني انا اضمن ان بيراميدز ما يفوزش الثلاث ماتشات، لكن صعب جدا بالنسبه لي الزمالك يخسر قدام سموحه او سيراميكا الماتشين، صعب جدا مستحيل بالنسبه لي. لكن انا اضمن لك ان بيراميدز مش هيفوز الثلاث ماتشات الباقيين، مستحيل برضه. يعني لان ما تقيسش مستوى بيراميدز على ماتش الاهلي. والحقيقه حتى ماتش الاهلي الشوط الاول الاهلي كان واقف على رجله بدنيا، كان قادر يبقى ند اقوى كمان من بيراميدز. لكن الشوط الثاني بدنيا اللعيبه وقعت، وكل ما الضغوط عليهم لازم نغلب لازم نغلب، فاللعيبه انهار. جه فيها جون انتهى الموضوع، اللعيبه انهارت نفسيا. فالمستوى بيراميدز مش زي ما الناس متخيله، انا ده رايي يعني. انه لا، اتفرج على ماتش بيراميدز والمصري، برضه بيراميدز صعب جدا يعني. بيراميدز المصري كان يقدر يعمل عليه نتيجه كبيره على فكره، فبيراميدز مش مضمون. الماتش النهارده بتاع بيراميدز وانبي برضه عايز اتكلم عنه، ماتش يعني صعب على الفرقتين، ولكن يمكن انبي ما عندوش ضغوط، ما عندوش يعني ما بينافسش على حاجه. لكن انا اشوف ان حمزه الجمل هيعمل ماتش كبير مع بيراميدز، وانا اتوقع ان بيراميدز وانبي يعني بيراميدز يا يتعادل يا يتغلب. انا بقول لك توقعي الشخصي مش هيفوز. فانا عارف طبعا الزمالكاويه ممكن يكون وسطين من الحكايه دي، لكنه يعني غالبا انا ده رايي. ماتش الاهلي والزمالك انا شخصيا اتوقع له انه ينتهي تعادل، يعني انه ينتهي تعادل لو وغالبا يعني معتمد جمال هينزل متحفظ دفاعيا وهيضغط ان هو ما يبقاش فيه فرص، هيموت الماتش يعني. فلان هو هيلعب على التعادل، انا رايي ان معتمد جمال هيلعب على التعادل وهياخد التعادل. اتمنى طبعا الماتش ما يبقاش كده ويبقى مفتوح، وانا بشوف انه في نقاط قوه عند الفريقين ونقاط ضعف عند الفريقين. اشوف انه يمكن ازمه الاهلي الاساسيه الضغوط النفسيه اللي على اللعيبه، والازمه الاكبر من وجهه نظري ترب نفسه، لان ترب عايز يخسر يعني. ده مدرب بيستفز اداره الاهلي علشان يمشوه عشان ياخد بقيه عقده. انا ده رايي يعني. اللي بيعمله قدروا 3 ماتشات ما بيقولش غير كده، ماتش سيراميكا، ماتش سموحه، ماتش بيراميدز، اللي بيعمله طرق في ال3 ماتشات ده ما بيقولش غير ان الراجل ده عاوز يجدد اداره الاهلي ويخبطها مع الجماهير، بحيث انه الجمهور يضغط على الاداره ادوني 6 مليون دولار وامشي. هو عايز كده، فبيتصرف على الاساس ده. فانا بشوف ان ازمه الاهلي الكبيره والحقيقيه والقويه جدا مش بس الماتش ده، الماتشات اللي جايه، ومش بس الماتشات اللي جايه، انه لو ممكن يكمل على الاقل شهر في الموسم اللي جاي، فممكن يبوظ لك الموسم اللي جاي. فهو عقليته كده دلوقتي. انت مقعدني انا قاعد، انا هعمل لك شقلباظات في الملعب وابهدل لك الدنيا، مش هقول للعيبه تعمل يعني، مبهدل الدنيا بصراحه دول. فانا عايز تمشيني اديني 6 مليون دولار. فهي المساله فيها عند ما بين تراب وما بين اداره الاهلي، وفيها فلوس وفيها مصلحه يعني، فيها 6 مليون دولار يعني. اكيد اي انسان على الكوكب هيبقى عايز يكسب 6 مليون دولار من غير ما يشتغل، لانه ده هياخد بقيه عقده سنتين لقدام من غير ما يشتغل ويمشي. فطبيعي اي حد هيبقى يعني، وخصوصا يعني مصلحه. انت كده كده انت جايبني، والكوره يعني شويه بالنسبه للعاملين فيها بيعتبروها ترفيه، وانا شخصيا ما بشوفش كده يعني. بالعكس، الكوره ممكن تبقى رساله حقيقيه للشباب وللناس، انها اولا فكره العداله، فكره انه الرياضه، فكره الصحه يعني، ما هي فيها رسائل كتير جدا يعني. مش رفاهيه يعني. بشوف انه ازمه الاهلي الحقيقيه في مدربه، ولازم موضوع المدرب ده يتحل، لازم يتحل.
وانا ما اعرفش يتحل ازاي، لكنه لازم يتحل، ولازم اللي عمل التعاقد ده يتحاسب. شكرا جدا لكم.